بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. بينما الإنسان في هذه الدنيا متنعما بنعمه، متلذذا بلذائذها، بينما هو لاهٍ في شهواتها وملذاتها، بينما هو مشغول في كدحه في طلب رزقه، بينما هو يلهو مع أولاده أو مع زوجاته، بينما هو منشغل في هذه الدنيا، فجأة إذا به يرى من هو بجنبه ويستغرب، فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا ملك الموت، أنا ملك الموت. كل منا سيمر بهذه اللحظات، كل منا سيأتيه يوم يرى أن دقات قلبه كأنه يسمعها وكأنه يعدها عدا. كل منا سيأتيه يوم يشعر بقدميه تبردان، فقد خرجت منهما الروح شيئا فشيئا. كلا إذا بلغت التراقي. تخيل ذلك الرجل الذي كان مستلقيا على فراش الموت وفراش المرض، حوله من؟ أطفاله، وربما زوجته، وربما كانت أمه تبكي عنده وإخوانه، ربما جاء أبوه بالطبيب أو أخوه بالمسعف، وربما دخلوا عليه يريدون أن يرجعوا القلب مرة أخرى إلى نبضه، لكن هو يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا. ربما جاءته بنته الصغيرة فقالت: يا أبي، يا أبي، ما لك؟ لمن تتركنا؟ يا أبي، لمن تدعنا؟ يا أبي، لا تذهب، لا تذهب، نحن لوحدنا. ينظر إليها لا يستطيع أن يجيبها. ربما الطفل الصغير، ابنه الصغير الذي كان قد تعلق قلبه به، ربما انكب على صدره يبكي وهو يقول: يا أبي، لقد وعدتني بلعبة، أين هي؟ هل ستأتيني بها؟ وهو يعلم أنه مفارقه. ربما بكت الزوجة وهو ينظر إليها ولا يدري هل ستتزوج بعده غيره. ربما رأى أمه ثكلى تدمع عيناها ولا يدري هل ستطيق الحياة بعده أم ستموت بعده. كلا إذا بلغت التراقي. الروح تبدأ خروجها، يبدأ من الرجلين، من الساقين، تبدأ ترتفع شيئا فشيئا. آخر شيء يبقى تراقي، ثم الرأس، ثم تخرج من العينين. آخر شيء الإنسان ينظر إلى الدنيا، يغلق، يفتح يديه لأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا منها. خلاص، تيبس القدمان، تيبس اليدان، يبدأ النفس يثقل شيئا فشيئا، نبضات قلبه يعدها عدا، أنفاسه الأخيرة حتى ينتهي منها لابد أن يختمها، هناك عدد محسوب لابد أن يتمه، ثم يعلم أن الطبيب لن يفعل شيئا. يأتي المسعفون وقيل: من راق؟ من يرقيه؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ وهو يعلم أن لا فائدة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل: من راق؟ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. يلف بالكفن ثم يسأل إن كان مجرما: يا ويلها، يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ إلى عذابها؟ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. مصيبة لو كان في هذه اللحظات حتى الصلاة ما صلاها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هل استعدينا لهذه المرحلة، لهذه اللحظات؟
أحد الصالحين شاب كان يحتضر وأصيب بطلقة من عيار ناري بالغلط، أخذه أبواه مسرعين به إلى المستشفى، إلى الإسعاف، إلى الطوارئ، إلى الحوادث، أدخلوه وهو طوال الطريق يقول لأبيه وأمه وهو يبتسم: يا أبي لا تحاولون، خلاص أنا ميت لأني أشم رائحة الجنة. الله أكبر. أدخل إلى الطوارئ، جاء الأطباء يحاولون إنقاذه، ينظر إليهم ويبتسم ويقول لهم: لا تفعلوا شيئا لأنكم لا تستطيعوا، أنا ميت لا محالة لأني أشم رائحة الجنة. إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت حق لا بد منه، طال الزمان أم قصر، ليستعد الواحد منا كل يوم وليلة، ما يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كن مستعدا دائما. كم من إنسان مات على غير طاعة. للتو اليوم قبل أن آتي إلى الاستديو وأصور هذه الحلقة وجدت أحد رجال الشرطة فسلم علي وبدا متأثرا، قال: يا شيخ تو حصلت حادثة. قلت: عسى ما شر. قال: 2 بحادث سيارة، شاب مع صاحبته أخذها ليس بمحرم لها ولا من أقربائها، لكنها صاحبة من صاحبات الحرام. يقول: كان يشرب وهي تشرب، سكارى 2، قلبت بهم السيارة. يقول: الشاب نجا في المستشفى، أما الفتاة فاحترقت فيها السيارة وتفحمت بالكامل، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. يا رب، يا رب ساعة بس، يا رب أقبل عيالي، أسلم على أهلي، يا رب ساعة بس، ساعة أصلي صلوات ما صليتها فاتتني، يا رب باخذ فلوس من الناس بالحرام أبي أرجعها، يا رب عندي صور أبي أمسحها، يا رب بس ساعة، ساعة أتوب أسجد ما أرفع رأسي من السجود، يا رب ساعة أبكي من خشيتك، أتوب من ذنوبي ومعاصي، ساعة بس. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. للحين ومتردد، لعلي يمكن أعمل صالحا فيما تركت. الله يقول: كم مرة أصيب بحادث، كم مرة أصيب بحادث وعاهد ربه وكذب، كم مرة كان يقول: يا رب بس أنجو من هذا المرض أتوب، كم مرة بس أطلع من السجن أتوب، كم مرة يا رب تكشف عني هذه الغمة أتوب، وكان كذاب. الحين نفس الشيء. كلا إنها كلمة هو قائلها، قالها كثير وكذب فيها. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت لا بد منه، لازم نموت بنموت، لكن المشكلة على أي حال سنموت. الأعمال بالخواتيم. من الناس من يموت ساجد، ومنهم من يموت راكع، ومنهم من يموت صائم، ومنهم من يموت ملبي، ومنهم من يموت شهيد، ومنهم من يموت سكران، ومنهم والعياذ بالله من يموت على فراش الفاحشة، ومنهم من يموت عاق لأمة، ومنهم من يموت هاجر للصلاة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فرق بين هذه الميتة وتلك الميتة. رجل، شوفوا هذه القصة،
لرجل ذهب إلى دولة عربية، دخل الفندق، طلب الخمر عشان يشرب، ومن زمان مشارب ومصدق رايح الدولة، ويشرب 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 بالفندق بروحه بالغرفة. من شدة وكثرة شربه والعياذ بالله لهذه القاذورات وهذا الشراب الملعون شاربه، أراد أن يتقيأ، فذهب لدورة المياه وللمرحاضة جلكم الله يتقيأ. في اليوم الثاني منظف الغرفة يطرق الباب، ما حد فتح الباب، عنده مفتاح يدخل ينظف الغرفة كالعادة كل الفنادق. دخل هذا المنظف أول ما ذهب إلى دورة المياه يبي ينظف أجلكم الله الحمام. لما دخل شاف المنظر غريب. شنو شاف؟ شاف الرجل اللي في الغرفة ساكن في الغرفة حاط راسه في المرحاض في مكان النجاسات، يا يبي وخرة يبي قعدة، فإذا به من كثرة ما تقيأ خرجت روحه سكران وراسه في مصرف المجاري. تخيلوا هذه الميتة سيلقى الله بها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آخر في ليلة 27 في شهر رمضان، وين كان؟ ليلة قد تكون ليلة القدر، وفي رمضان. وأين كان؟ في المدينة. وفي أي مكان بالذات؟ في المسجد النبوي، وفي الثلث الأخير من الليل، ويصلي القيام مع الإمام، أفضل وأشرف عمل. فجأة وهو ساجد قام الإمام وقبض الله روح هذا المصلي. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في أي ليلة، في أي بقعة، على أي حال، قبض الله عز وجل روحه. فرق بين ميتة وميتة. خلكم وإيانا نرجع لكم لكن بعد الفاصل. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي إلي صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. عرفت طريقي. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أين الملوك وأبناء الملوك والأثرياء والأغنياء والأصحاء؟ أين الرياضيون؟ أين المشهورون والنجوم؟ أين هم؟ أين الصالحون والأنبياء والصديقون؟ بل أين الفجار والكفار والمجرمون؟ كلهم قد ماتوا. إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه حقيقة بشرية لا بد منها، وهي أول منازل الآخرة. من مات قامت قيامته، اللي يموت كأن الساعة بالنسبة له قد قامت. ولهذا كان الصالحون إذا ذكر عندهم الموت خافوا وتذكروا اليوم الآخر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا مر على المقبرة بكى. قيل ما الذي يبكيك؟ قال هذا أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد فيه كان ما بعده أشد. القبر أول منازل الآخرة، لهذا أمرنا أن نزور القبور. ليش؟ فإنها تذكركم الآخرة. كل نفس ذائقة الموت. هذا الإنسان الجميل اللي جمل وجهه، اللي يكشخ نفسه، هذه فلانة التي لا تخرج إلا بالمكياج وبالزينة وبالجمال، تحرص على كل شعرة في جسمها، تحرص على كل يمكن نفرة في جسمها، تحرص على اللون، تحرص على الشكل.
على النعومة، نعومة الجسد. تخيلوا هؤلاء الناس لو أدخلوا إلى قبورهم وجئت تزورهم بعد فقط 3 أيام، 3 أيام خلهم بالقبر، وتعال افتح القبر عليهم، ما الذي كنت ستراه؟ عمر بن عبد العزيز مر على المقبرة يوما فقال شعرا وبكى حتى جثى على ركبتيه. ايش قال؟ أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور. هذا هو الموت. الموت ما يفرق بين غني وفقير، ما يفرق بين صحيح وكبير، صحيح ومريض، ما يفرق بين صغير وكبير، ما يفرق بين إنسان يقول أنا مستعد وهذا غير مستعد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أرأيتم ذلك الرجل، وموجود صورته بالإنترنت، الذي يلعب، رجل سليم يفحص قبل لعبه للمباراة، صحيح الجسد قوي العضلات، يركض في الملعب ساعة كاملة يمنة ويسرى، ليس به مرض وليس به بأس، فجأة إصابة خفيفة تافهة، يجلس على الأرض، يستلقي على الأرض، يضع رأسه، يقبض روحه أمام الملايين. صورته موجودة، الفيلم موجود، عشان تعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أسألك بالله وأسألك بالله، أحد فينا يعرف وين راح يموت؟ بمستشفى؟ الله أعلم. بالبحر؟ الله أعلم. بالطائرة؟ الله أعلم. بالسيارة؟ العلم عند الله. في البيت مع عيالك؟ الله أعلم. فجأة ينتهي كل شيء. شفت الغرفة المضيئة اللي أنت قاعد فيها الحين؟ لو انطفأت الكهرباء شو يصير؟ تظلم الغرفة. هكذا الدنيا، فجأة ينتهي كل شيء بلا مقدمات. كل نفس ذائقة الموت. ليش اللفظ القرآني ذائقة؟ لأن الموت له طعم، وإذا ذاق الإنسان الموت سكر. إن للموت سكرات، ولهذا ما يستطيع إنسان يقول الشهادتين قبل الموت إلا من تعلق قلبه بها. الأمر مو سهل. اللي تعلق قلبه طول العمر بلا إله إلا الله راح يقولها، لأن للموت سكرات. خلينا نشوف هذا التقرير اللي يتحدث عن الموت، ولنعود بعده بإذن الله عز وجل. عرفت طريقي إلي صديقي، لنقفو ودرب الهدى الأحمدية. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، وإذا أفنى سنين المرء أفنته سنون، وكأن المرء قد يبكي عليه أقربون، وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه. سائلوا كلموا حركوا لقنوا حرفوا وجهوا مددوا غمضوا عجلوا لرحيل
لرحيل عجلوا لا تحبسوه. عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه. ارفعوه غسلوه كفنوه حنطوه، فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه. أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه، فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه، فإذا ما استودعوه الأرض فردا تركوه. فإذا ما استودعوا الأرض فردا تركوه. خلفوه تحت رمس أوقروه أثقلوه، أبعدوه أسحقوه أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه. وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه. ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه. طلب الناس. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبر ولما يلحد كان يجهزون الصحابة ميت ويحفرون له القبر، فجلس بعض أصحابه حوله وبيده عود ينكت على الأرض، فدمعت عيناه وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه الحفرة فأعدوا، كل منا سيدخلها، كل منها سيضمه القبر ضمة، لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا من اهتز العرش الرحمن له وهو سعد بن معاذ، فلن ينجو أحد من ضمة القبر. والضمة درجات، منها ضمة لأهل الإيمان فقط ترحيبا بهم واستعدادا لحياة أخرى، ومنها ضمة لأهل الضلال والفجور تختلف فيها أضلاعهم. إن الميت يستيقظ والناس لا زالوا يدفنونه، لا زالوا عند رأسه، لا زالوا يتمون دفنه وهو يستيقظ في قبره يفتح عينيه. شفت هذا اللي دفنته وللحين حنا قاعدين ندفن، فجأة يوقظ ويجلس في قبره ويسمع قرع نعالهم، صوت اللي فوقه، صوت الناس للحين قاعدين يمشون يغادرون القبر، يسمع قرع نعالهم. يا الله، أي حياة قريبة هذه، وأي عالم آخر سنعيشه. قد يكون والعلم عند الله الليلة. أحد فينا يعني يضمن أن يشوف الشمس إذا غربت؟ أحد فينا يضمن أن يشوف غروب الشمس لو كانت طالعة الحين؟ أحد فينا يضمن؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كن جاهزا، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك من الآن. تريد أن ينير الله عز وجل لك القبر، عليك بقيام الليل، عليك بالصدقات، عليك بالقرآن. تريد أن يفسح لك قبرك، بر الوالدين، صلة الأرحام، كفالة الأيتام، إطعام المساكين، السجود والركوع، الدعاء والاستغفار. هذه الأعمال الصالحة. يأتيه إما رجل قبيح الوجه، قبيح المنظر، قبيح الرائحة، يقول الميت الذي أفاق، يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا الزنا والخنا، أنا الخمر والفسق والفجور، أنا الكذب والسخرية، أنا قطع الأرحام وعقوق الوالدين، أنا ترك الصلاة وهجر العبادة. فوالله ما علمتك إلا سريعا لمعصية الله، بطيئا لطاعة الله. هذه عادتك، تسحب نفسك سحب للصلاة، تتركها أيام ما تبالي. أو يكون الرجل الآخر الذي سيرافقه في قبره
ينظر فإذا وجه وسيم جميل، رائحة طيبة زكية. يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، أنا قيام الليل، أنا صيام النهار، أنا الحج والعمرة، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا قراءة القرآن، أنا الذكر والاستغفار، أنا إطعام المساكين، أنا الأمر بالمعروف، أنا النهي عن المنكر، أنا الجهاد، أنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إلا بطيئا في معصية الله، سريعا في طاعة الله. طاعة نشيط، المعصية إن فعلتها تتثاقل وتندم بسرعة إذا فعلتها. يرافقه إلى أن تقوم الساعة. إما أن يكون القبر ضيقا حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سموم النار وحرها، أو يفسح له قبره مد البصر ويأتيه من نعيم الجنة وريحها. يفرش له من الجنة. يا الله، أحلى من قصره في الدنيا، أحلى من بيته. وده يطلع من قبره إذا كان من أهل الإيمان، بوده لو يطلع من قبره بس لحظة يقول حق عياله: ترى أنا بنعيم لا تبكون علي، يونسهم ويرجع مرة ثانية. وده تقوم الساعة عشان يقابل أهله وعياله، فيقول الله عز وجل وهو ينادي: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. فيناديه المنادي: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. ثم يقال له: نم، نم نومة العروس. فينام نومة خفيفة فيستيقظ فإذا القيامة قد قامت. هذه نهايتنا، هذا مصيرنا، إما من أصحاب اليمين وإما من أصحاب الشمال. الموت لا بد منه. الموت أمر مفزع، أمر مقلق، أفزع الأولين والآخرين، أفزع الملوك والضعفاء والعظماء وكل بشر على وجه الأرض أفزعهم الموت وأقلقهم. فهل استعد الواحد منا لتلك اللحظة التي قد تكون أقرب مما نتصور؟ تجهز لهذا اليوم. أسأل الله أن يثبتنا فيه على الدين وأن لا يميتنا إلا على الإسلام. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.